السلام عليكم. النهارده هحكي لكم 5 قصص، من ضمنهم القصه الاخيره هتبقى بتاعتي او ليها علاقه مباشره بيا يعني، بس هقول لكم القصص دي وانا بحكيها ليه اصلا، ومش هحاول اخوض في تفاصيل عشان احتراما لاصحابها يعني. بس الاول انا نرمين هيكل، ودي قناه لحظه وعي. لو عجبك المحتوى يا ريت تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وتتابعنا كل خميس ان شاء الله في فيديو طويل. اول حاجه بس عايزين نتكلم عنها القصص دي، والقصص دي انا بحكيها ليه، وهبتدي معاكم بالقصه الاولى. في حد كده كان بيحكي لي قصته وقال لي بعد فتره من العمر اكتشفت ان اللي انا فيه دلوقتي هو كان تصوري عن السعاده في وقت من الاوقات. كان راسم كده شكل معين في حياته وهو صغير، ان صورة أسرته لازم تبقى في برواز، برواز كده بيلمع علشان خاطر تبهر كل اللي حواليه. الحقيقة انه فضل يشتغل، او بمعنى اصح دي النتيجة اللي هو وصل لها والكلام اللي اتقال على لسانه، انه فضل يشتغل كتير على الفريم او البرواز بتاع الأسرة دي لغاية ما بقوا كل الناس اللي حواليه محسدوه. بس اكتشف ان في خلل جوهري في الأسرة دي خلاه يبتدي يحس ان في حاجة غلط في حياته. وبعد فترة كبيرة جدا هو وصل بنفسه لفكرة ان المشكلة كانت عنده هو، انه اهتم بالبرواز وما اهتمش بتفاصيل الصورة، في حاجات كتير جدا اغفلها. علشان كده وصل لقناعة بعد عمر كبير جدا ان مش هي دي الصورة المثالية اللي كان المفروض يشتغل عليها. تاني قصة لبنوت أعرفها كانت بتقول أنا كان حلم حياتي إن أنا أبقى قائد المسيرة في الأسرة. يعني لما تتجوز حد بناء على فكرة إن والدها كان فارض سيطرته على البيت كله على والدتها، كانت أمنية حياتها تعيش الصورة العكسية للموضوع، وإنها هي اللي تقود البيت وبالبلد يعني تمشي كلمتها على جوزها. الحقيقة والمشكلة الكبيرة في الصورة دي انها بعد ما حققت اللي هي عايزاه، والصورة الذهنية اللي كانت راسخة جوه دماغها ابتدت تبقى على ارض الواقع، ابتدت تحس بعدم الراحة. فكرة ان القوامة اختلف مكانها، القوامة اللي ربنا خلقها للراجل ابتدت تاخدها للست، ابتدت تحسسها انها عايشة عكس فطرتها، ابتدت تحسسها انها عايشة عكس الناس، وان ما ينفعش يبقى في راجل في البيت بيوافقها على كل حاجة هي بتطلبها، او كل حاجة تعملها وهو مجرد انه بيوافق بس، ما عندوش حتى مقدرة انه يرفض. ده خلاها تحس انها عايشة عكس فطرتها السليمة، ابتدى الموضوع ده ينغص عليها عيشتها، وابتدى يحسسها انها مش عايشة الحياة كما يجب ان تكون، ومش المفروض تبقى عايشة مستنية هي كل يوم الصبح تدي قرار في حياتها. هي عايزة تنام وترتاح ويبقى في حد بيقود المركب زي ما بيقولوا. قصة تانية خالص لواحدة صاحبتي كانت بتقول أنا كنت عايزة شكل معين اجتماعي، ده اللي أنا كنت متصورة فيه سعادتي، والحقيقة إن أنا علشان خاطر الشكل ده تنازلت عن حاجات كتير جدا، واخترت حريص معاه فلوس علشان خاطر ارتاح. والحقيقة إنها اكتشفت وللأسف هي كانت بتحاول تعيش عكس الحياة اللي كانت عايشاها في بيتها، فكانت عايزة عريس عنده أسرة كبيرة، الأسرة دي عندها جاه ومال. ابتدت لما دخلت جوه القصة وابتدت تعيش الحياة بتفاصيلها، اكتشفت ان مش هي دي الراحة اللي كانت بتتمناها، والحقيقة انها كانت بتتمنى الشكل ده طول عمرها، وكانت بتحكي عن الموضوع ده بوضوح. وبعدين لما اتكلمت معاها، وطبعا الكلام ده احنا بنوصل له بعد درجة وعي معينة وبعد درجة نضج معينة، بنبتدي نفهم ايه اللي كان هيريحنا وايه اللي مش هيريحنا. الحقيقة ان احنا من واحنا صغيرين ما بنبقاش واخدين بالنا، احنا بيبقى عندنا قناعات جامدة كده ان هي دي الحياة اللي بنتمناها، وهي دي الحياة اللي هتحقق لنا السعادة اللي احنا بنتمناها. والحقيقه ان ده ليه في مؤثرات وحاجات كتير جدا داخله في الموضوع. اوقات كتير بتبقى عايز تعيش عكس الصوره اللي انت كنت عايشها في بيتك، فبتاخد صوره جامده كده حتى ما بتاخدش بالك من تفاصيلها. اوقات كتير جدا بيفرض عليك الشكل ده في الافلام والمسلسلات، لما تبهر بحياه حد كده معينه وتشوف فيها ان هي دي السعاده. اوقات كتير جدا زي امثله الست المعتمده كليا على نفسها، ده سلوك معدي. وبتبقى بقيت اشوف مراهقات ما تخطوش ال 15 سنه شايفين ان السعاده في الشكل ده من الحياه. الحقيقه لما تيجي البنت عدت بالتجربه دي وتسالها هل انت مرتاحه في الشكل او في الوضع ده، انك تبقي ست شايله كل حاجه تقريبا في حياتك، ومطالب منك انك تسعي وكل يوم تصحي من النوم تحققي تارجت معين، ولو ما حققتيهوش تحسي بهزيمه نفسيه. ومن خلال الصوره دي ابتديتي تتغاضي، وابتديتي ما تركزيش قوي في تفاصيل الحياه التانيه الطبيعيه اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. وبعدين تصحي من النوم على غفله تحسي ان مش هي دي الحياه اللي ربنا خلقها لك. اوقات تصحي من النوم على غفله تحسي انك تعبتي،
مش عايزة تكملي في التراك اللي انتي تخيلتي ان اخره سعادتك. عايزة تعيشي حياة هادية زي مثيلاتك، عايزة تعيشي حياة طبيعية، حد يوفر لك الأمان بشكل أو بآخر، وابتدي يعني تحفروا تفاصيل حياتكم سوا. الحقيقة ان الجمود بتاع الصورة الذهنية اللي بيبقى جوانا هو ده اللي بيخلينا نمشي كده في الطريق اللي اخره الصورة الذهنية اللي احنا راسمينها. وكتير مننا ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه اوقات بالصورة الذهنية اللي هو راسمها، ويتخيل ان هي دي سعادته ويوصل لها فعلا، وربنا يساعده على ده. لكن لما بيوصل لها بيكتشف ان دي كانت صورة ذهنية جامدة، وهو صغير تخيلها وتخيل ان فيها السعادة ورسم كل احلامه واتخذ كل الادوات اللي يقدر عليها عشان يحققها، بس لما يوصل لها بيبقى مرهق جدا ويحس ان مش هو ده الصح. آه طبيعي ان انت يبقى عندك صورة ذهنية، يعني الطبيعي ان انت يبقى عندك شكل كده بتتمناه، ده الطبيعي. بس الطبيعي برضو ان انت تتحلى بالمرونة، انك لما تحس انك ماشي في طريق، الطريق ده والاسئلة اللي بتيجي في دماغك ما تتجاهلهاش. الطريق ده مش هيحقق لك الراحة النفسية اللي انت بتتمناها، او الصورة المثالية بالنسبة لك. لما تحس ان بيشوبها شائبة وفي حاجات كده ممكن تطلع من تحت الارض تتعب، ساعتها لازم تبقى واعي وتركز ان مش كل الصور الذهنية اللي اترسمت في دماغك هي اللي هتحقق لك السعادة اللي انت متخيلها. القصة الرابعة، واحدة صاحبتي بتقولي أنا كنت براقب سلوكيات الناس اللي حواليا سواء أهلي أو جيراني، كنت بشوف الناس سهل تغلط، وكنت بتمنى أعيش حياتي كلها بطريقة أبقى بعيدة فيها عن الغلط. الحقيقة ان احنا كلنا بنتمنى نبقى مثاليين، يعني بنتمنى قوي ان احنا نبقى مثاليين بشكل او باخر، علشان خاطر المثالية دي برضو بتدينا قيمة كده فوق قيمتنا الحقيقية. لكن المشكلة انها عاشت مثالية سامة، يعني ابتدت تخرج من اي صراعات علشان خاطر خايفة تقع في الغلط. انها وعايزة اقول لكم ان الغلط ده بالنسبة لها يعني اللي هو الغلط مش هقول مفيش غلط مسموح، بس هي بتتكلم على النقاشات اللي صوتها عالي، الزعيق، ان حد مثلا يشتم حد، فابتدت تخرج من كل الصراعات علشان ما تقعش في المحظور بتاع الغلط، وتبتدي تتعامل بسوقية مثلا او بالحاجة اللي كانت بتشتكي منها في الناس اللي حواليها وقتها. تعالوا بقى للقصة الأخيرة، ودي قصتي أنا وأنا براقب نفسي كده مسكت نفسي قلت لا، ارجعي كده، لأن وعلى قد بساطة القصة على قد ما أنا الحمد لله بقى لي فترة أنا براقب نفسي، أنا دايما مركزة في تصرفاتي علشان أعرف عقلي بيخدعني ولا اللي أنا بعمله ده صح. جات لي فترة كده أنا ست بحب القهوة أوي، يعني أنا بحب القهوة والبن وصورها وريحتها وكل ما لها علاقة بالقهوة يعني. وفي مكنة قهوة معينة كده كنت بشوفها كتير جدا في الإعلانات، وابتدوا يحلوا الدنيا في عينيا زي ما بيقولوا، يتكلموا على القهوة قد إيه إن القهوة بتطلع منها جميلة ومش عارفة إيه، والريحة بتبقى أقوى والمش ابتدوا يرسموا أحلام كده ليها علاقة بفنجان القهوة اللي أنا بموت فيه يعني. وابتديت أروح معاهم في سكة الإعلان ده، وقرر إن أنا أشتري مكنة القهوة دي، لأن هي دي بالنسبة لي الحاجة المثالية اللي هتديني أو هتخليني أحظى كده بفنجان قهوة رايق. بالصدفة كنت عند واحد صاحبتي وشربت فنجان القهوة اللي من المكنة اللي كنت بتمناها، واكتشفت إنها عادية وأقل من العادية. وانا ماشيه كده سرحت قلت سبحان الله، يعني الحاجات اللي بتركز فيها والحاجات اللي عقلك بيوهمك ان سعادتك فيها اوقات كتير جدا بتبقى مخادعه. طبعا يعني حدث ولا حرج في الحاجات اللي راقبتها في نفسي، واكتشفت ان مش هي دي سعادتي، واكتشفت ان الحاجات دي لو عشتها او كنت الطريق ده سلكته ما كنتش هرتاح. والحاجات اللي فعلا عديت بيها وكنت متخيله ان ده الشكل اللي كنت بتمناه، كتير بقى كتير حصلت لي مواقف كتير. انا بضرب دايما بضرب مثل مكنه القهوه ده، لان هو ابسط واقرب حاجه ممكن المخ يضحك عليك بيها ويخليك تتخيل ان سعادتك في فنجان القهوه اللي طالع من المكنه اللي مكتوب فيها شعر. دايما لما بقعد اتكلم مع حد اقول له بصوا يا جماعه ما تعملش ناصح، يعني دايما راقب عقلك، لان فعلا عقلك في حته وانت ماشي في حته تانية خالص. اوقات كتير جدا انت بتتصرف زي الناس، والجميل انك ما تكبرش، والجميل انك ما تتخيلش انك اعلى من الناس وتبقى وفاهم نفسك اكتر من لازم. الوعي الحقيقي يبدأ عندما تقرأ افكارك، لما تبتدي تفهم دماغك مودياك فين، لان دماغنا تمسك ايدينا كده وتودينا في حتت اوقات كتير جدا ما بتبقاش انت اللي عايزها.
عقلك مخادع، عقلك بيتأثر بالصور المتكررة، عقلك بيتأثر وبيحاول يحميك من صورة صعبة انت عشتها، فبيحاول يخرجك منها فيقولك هو عكسها هي اللي فيه النجاة او السعادة. عقلك طول الوقت بيعيشك في خدعة كده. مش اي حد يعرف يوصل لنتيجة ان مخه موديه السكة دي، والسكة دي مش امان. مش اي حد ابدا بيقدر. يعني الحمد لله ان الوعي، برضو انا ادعي ان الوعي زاد بسبب السوشيال ميديا والقنوات التوعوية اللي كترت، لكن الحقيقة مخنا مخادع، مخنا خبيث جدا. ودايما انا بعمل فيديوهات اهاجم فيها المخ البشري، لانه اوقات كتير جدا يقدرك زي ما بيقولوا. خليك واعي لتصرفاتك، خليك واعي انت بتعمل ايه عشان ايه. الاسئله اللي بتيجي في دماغك ما تتجاهلهاش. انتبه دايما لما تلاقي سؤال كده جه في النص، طب انا بعمل كده ليه، طب انا هستريح. اقعد فند السؤال ده وفكر فيه. فكر كده بينك وبين نفسك، هل انت فعلا هتستريح لما تعمل ده، ولا هتلاقي كده اجابات كده مش حاببها في النص، فتلاقي نفسك خرجت من الخطة اللي انت كنت ماشي عليها. الحقيقة اوقات كتير جدا بنتخيل حاجات فيها سعادتنا، والعقل يقعد يهيأ لنا ويجيب دلائل ويستمد دلائل من كل حتة عشان يوصلك للحتة اللي رسمها لك، لكن مش دي على طول الحقيقة. الحقيقة انه اي حياة بعيدة عن الفطرة مش مريحة. الحقيقة ان الحياة اللي فيها تكلف عمرها ما هتبقى مريحة. الحقيقة ان الحياة اللي فيها شكل من اشكال السيطرة الكاملة مش مريحة. الحقيقة ان الانشغال بالصورة الخارجية من غير الدخول او من غير مراعاة التفاصيل والشغل، وان احنا نشتغل عليها بشكل واعي، عمرها ما كانت مريحة. انا واحدة اهو، والمفروض ان انا بفهم افكاري، اتأثرت بالصور كتير، والزن على الودان امر من السحر فعلا، ومخك اكتر حد بيزن عليك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى تتابعونا كل خميس ان شاء الله في فيديو طويل. انا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. السلام عليكم.